السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هيثم إبراهيم، شغال ومتخصص في مجال اللايت كارنت. ولو أنت أول مرة بتشوف القناة دي قناة مهتمة جدا جدا بصناعة اللايت كارنت. صناعة اللايت كارنت في الحقيقة يعني صناعة مغرية حقيقي، ودايما بتتكلم في السمارت سيستمز، وفي انتشار كبير جدا جدا ليها في السوق المصري. خليني أقول لكم على معلومة، يعني احنا بنستورد كم بضاعة سنويا لا يقل عن مليارات الجنيهات. انتم متخيلين الصناعة قد ايه؟ بيشتغل فيها ملايين المهندسين والفنيين والموظفين والماركتينج والسيلز بعائلاتهم كمان. فصناعة كبيرة جدا ومغرية لأي حد. الفيديو معمول لو انت مستورد لأول مرة وبتفكر تستورد في مجال اللايت كارنت وتستثمر فلوسك كمان. تعمل ايه لو انت مستورد لأول مرة؟ فيديو سريع هنتكلم فيه شوية كده خطوات سهلة وبسيطة وإن شاء الله تقدر تفيدكم. أول حاجة طبعا بسم الله الرحمن الرحيم بتاعتنا لازم يبقى عندك بطاقة استيرادية. طب لو مش عندك بطاقة استيرادية سهلة، ممكن تشوف أي شركة شحن تجيب لك البضاعة من بره. ده كده أول حاجة. تاني حاجة مهمة قوي قوي، تدرس السوق. سوق اللايت كارنت معقد قوي، يعني في وجهة نظري ان سوق اللايت كارنت مقسوم لأربع أقسام. قسم منه قسم الفاير الارم والفاير فايتنج، وقسم التاني جزئيه الفيزيكال سيكيورتي اللي هي السيس تي في والاكس كنترول والباركينج مانجمنت سيستم وكل الاجهزه الخاصه بانظمه الامن. والجزء الثالث جزئيه الاوديو فيجوال، جزئيه الصوت والصوره بمعنى اصح يعني. والجزء الرابع جزئيه الداتا سويتشز، يعني جزئيه الكابلات والسويتشات والاكسس بوينت وما شابه. فبنتكلم على سوق كبير جدا ومعقد جدا وفي كم تفاصيل لا تتخيلها. ثالث حاجه مهم ان انت تدرس مين المنافسين بتوعك، مين الماركت ليدرز ومين الفولورز ومين الناس اللي موجودين في السوق كل سوق ليه الهدات بتوعته، لازم تبقى عارفهم. ولازم تبقى عارف الناس دول وتدرسهم بشكل كبير بدأوا امتى وخلال كام سنة كبروا، والشركات اللي هي حاولت تنجح فترة قليلة كان ايه اسبابها ان هي عاوزة تنجح فترة قليلة وما كملتش. ادرس 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 السوق. رابع حاجة اهم حاجة، لازم تبقى عارف مين الشريحة اللي انت هتبيع لها، لان برضو زي ما احنا كنا قلنا من شويه سوق اللايت كارنت كبير جدا، كمان الشرائح بتاعته كبيره جدا. هل انت النهارده عاوز تجيب البضاعه بتاعتك وتنزلها في المشاريع الكبيره؟ هل انت النهارده عاوز تستورد شويه بضاعه وتوردها للمصانع؟ لا، هتوردها للجامعات، هتوردها للاماكن الحكوميه، هتوردها في الستورز والمولات زي ما بنسميها الريتيل او الكوميرشال، يعني الاشياء التجاريه. انت ممكن تفتح مثلا محل في باب اللوق او في اي مول من المولات وتبيع للاند يوزر. لازم تعرف شريحتك وعميلك، هتفرق معاك جدا جدا في اختيار المنتج واختيار المصنع والتسعير كمان يعني من القلب بقول لك لازم تستعين بحد متخصص في المجال. خلي بالك من دي. انت النهارده لو واحد معاك فلوس وعاوز تستثمر وعاوز تجيب شويه بضاعه من بره، مهم قوي تسمع وتجيب معاك واحد استشاري من المجال، فاهم جدا جدا في المجال وجرب. مش تجيب اي حد وعشان انت يبقى سعره قليل، لا، لازم تجيب حد عنده خبره في المجال. سادس حاجه لازم طبعا يبقى معاك في الشركه مخلص جمركي او موظف في جزئيه الخدمات اللوجستيه، فاهم وعارف ازاي وعارف الاسعار وعارف الضرايب اللي هتفرض على كل منتج وعارف الجمارك والارضيات وما شابه، النواحي اللي انت مش عارفها وبعيد عنها. كمان لازم تقرا المواصفات الفنيه للمنتج اللي انت ناوي تشتريه عشان الابعاد بتاعته، دي حاجه. والحته الاخطر كمان ان انت ممكن تروح تجيب جهاز عجبك، حد اقنعك قال لك بقول لك ايه، في اللايت كارنت في سيستمز انا مش عارف الناس ازاي مش بيجيبوها. تكتشف ان السيستم او الكاميرات او الاجهزه اللي قال لك عليها ده تردداتها مش مسموح انها تدخل مصر. فهتدخل في الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات في مصر، تقعد لها شهور، ممكن كمان لا قدر الله تتحبس فيها. فخلي بالك من النقطه ديت. النقطة الأخيرة المصنعين والصعوبات اللي بتحصل. طبعا كل الناس هتيجي تقول مفيش أسهل من الصين، لا، في أسهل من الصين. الصين طبعا سوق كبير جدا وضخم، ودايما بقول المنتج الصيني على أرضه رخيص، بس بعد الأحداث الأخيرة آخر سنتين، يعني آخر 3 بعد الأزمة بتاعت كوفيد، الأسعار والسوق كله اتلخبط. انت ممكن النهارده بعد الجمارك والضرايب والارضيات المنتج الصيني يجي لك هنا يبقى سعره غالي. في سوق قوي جدا كمان السوق التركي، خصوصا ان هم معظمهم في الشرق الاوسط معفيين من الجمارك، يعني طبعا ما عدا بعض الحاجات. فبالتالي انت ادرس وشوف الصعوبات، وهل النهارده المصنع ليه خبره وباع قبل كده في الشرق الاوسط؟ هل باع قبل كده في مصر؟ بقاله كام سنه؟ ايه المنتجات بتاعته؟ الكواليتي بتاعتها عامله ازاي؟
دول اهم خطوات لازم لو انت بتفكر النهارده تستورد لغايه لاول مره تفكر فيهم وتشتغل عليهم. ابعتوا لي قولوا لي لو انت استوردت قبل كده في مجال اللايت كارنت تجربتك كانت عامله ازاي؟ حلوه والدنيا مشيت معاك وبعت اللي انت فعلا كنت مستهدفه، ولا للاسف يعني اتكعبلت وانت ماشي؟ ولو انت النهارده بتفكر في الاستيراد في مجال اللايت كارنت ابعت لي في الكومنتات قول لي والله انا بفكر في 1 2 3 ان شاء الله اقدر افيدك. فيديو سريع كان معاكم هيثم ابراهيم من قناه هيثم ابراهيم. ما تنسوش يا جماعه اللايك والشير للفيديو ده بيدعمنا، وعلى قد ما تقدروا تشيروا الفيديو دوت مع كل حبايبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.